المترقب أن فيضانات الشمال غادي يكون عندها واحد التبعات اقتصادية كبيرة. من بين التبعات الأولى هو البنية التحتية اللي تضررات، سواء في المدن ديال القصر الكبير، طنجة، تطوان، وبنسبة أقل في شفشاون. بالمناسبة الأليمة كنوجهوا عبارات التآزر والتآسي مع المنكوبين في الفيضانات، وكنتمنى أن تكون سحابة صيف عابرة وتخرج بلادنا من هذه الأزمة. الجهود المالية اللي خصها تكون باش إعادة الإعمار تكون جيدة، فهذا كيتطلب ديون مالية وكيتطلب أموال كثيرة. ثاني حاجه هو حركه النقل والبضائع اللي في هذه المدن غادي تعرف واحد الشلل، فمجموعه ديال البضائع وخصوصا في محور طنجه تطوان ربما ما غيوصلوش بسبب الفيضانات اللي كتحاصر وسائل النقل، وهذا غادي يخلي اشكال على مستوى بعض السلع. وكذلك حركه الاشخاص اللي غادي يولي من الصعب انهم يدوزوا في هذا المحور. ثالث حاجه هو المحاصيل الزراعيه اللي تضررات عقب هذه السيول الجارفه اللي ضربت مجموعه ديال المحاصيل. هذا غادي يخلي ضرر كبير على مستوى بعض الخضر والفواكه، وهذا الشيء غيخلي تراجع نوعا ما ديال الانتاج. اكيد ما نشوفوش هي النصف الفارغ من الكاس. النصف الممتلئ هو انها السيول الات غالبيه ديال السدود سدوا هذه المخازن، وصل ل 100% السعه المائيه ديالو، وهذا الشيء غيخلي يكون عندنا واحد التخزين مائي اللي هو جيد، خصوصا لمواجهه فترات الجفاف تقدر بلادنا تعاود تواجههم. ما تنساش تقول لنا الراي ديالك في التعليقات،